السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد حسين يعقوب عامل فيديو من 24 سنة من 1998 بيتكلم فيه وبيسأل انت مش بتصلي ليه؟ اقسم بالله في كمية اخلاص في الفيديو غير عادية. اسيبك مع الفيديو واكمل معاك بعدين. انت ما بتصليش ليه؟ قول لي ما تزعقش. حاضر. انت ما بتصليش ليه؟ ها؟ جاوبني، قول لي، والله هسمعك وهحاول اجاوب على مشاكلك ومسائلك، لكن رد علي. ما بتصليش ليه؟ اقول لك كمان واحد كافر بيتمنى يصلي، كلكم تسمع عنه، اسمه توماس ارنولد، راجل بيتكلم عن الصلاة، يوم يقول ايه؟ لا يستطيع احد يخالط المسلمين لأول مرة ألا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت، سواء أو وجدت في شارع مطروق أو في محطة سكة حديدية أو حقل، كان أكثر ما تألف عينك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة للرياء ولا أقل شائبة من حب الظهور، يذر عمله الذي يشغله كائنا ما كان وينطلق في سكون وتواضع لأداء الصلاة في وقتها المحدد. شيء مبهر انك تصلي. ليه؟ مش عايز تبقى محترم في عينين الناس لما يشوفوك واقف بتصلي لرب العالمين؟ الراجل ده اللي انبهر بيهم عاقل من العقلاء. اسمعك كلام واحد يهودي، كلام واحد عشان تسلم. اعمل فيك ايه؟ اصلا نفسي انك تصلي. اقول لك واحد مشهور كان اسمه زكي عريبي، كان عميد اليهود في مصر، يقول ايه؟ كان هناك سؤال يتردد في نفسي ويلح على عقلي دائما، وهو لماذا لا اعتنق الاسلام؟ كان هذا الخاطر، ده كلامه، يعلو صوته في داخلي ويهزني من اعماقي كلما رأيت رجلا متواضعا من زارع الارض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ الترعة، فكنت اود لو صليت مثل صلاته وناجيت مثل مناجاته. ثم هداني الله للإسلام، ولكن بعد ان ضللت عن الصلاة 65 سنة. اسلم وعمره 65 سنة حبا لان يصلي. انت عارف انا بسوق لك الكلام ده ليه؟ قبل ما اقول لك قال الله وقال الرسول، عارف ليه؟ لاني خايف ان اليهود والنصارى بيتمنوا الصلاة وانت مسلم ما بتصليش، فخايف لربنا يسلب منك الاسلام يقلبك يهودي او نصراني. خايف عليك، حزين عليك. الحق نفسك، الحق وتعال اقف بين ايدين ربك. تعال صلي. هتقول لي ما بتصليش ليه؟ انا نفسي اديك شوية كلام كمان عن الناس اللي بتشتهي الصلاة، لكن هكتفي على دول. لكن ممكن انت لما اقول لك ما بتصليش ليه تقول لي مش فاضي، والله انا نفسي اصلي بس ما فيش وقت، صح؟ هتقول كده؟ اجاوبك انا بقى، اقول لك ان الله عز وجل اخبرنا ان المال خادم وان الدين مخدوم. المال ايه؟ خادم والدين مخدوم، قال رسول الله. وكمان ما بتصليش على النبي. طب صل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله، سمعني الصلاة،
عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول إن الله قال إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. عرفت ربنا اداك الفلوس ليه؟ قول لي لا ما عرفتش برضه. اقول لك الحديث ثاني. الرسول مصدقه؟ انا عارف انك بتحبه برضه، ده رسول الله محمد عليه وعلى اله الصلاه والسلام بيقول ان ربنا قال. تصدق؟ ربنا قال ايه؟ انا انزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. عرفت ربنا اداك فلوس ليه؟ تقول لي عشان بيحبني. طيب يا أخي انكسف، بيحبك وانت تكرهه. بتكرهه ليه؟ ما قلت لك ما بكرهوش. طيب خلاص، طب ما بتكرهوش، ما زال السؤال قائم. امال ما بتصليش ليه؟ مش فاضي. يعني ايه مش فاضي؟ خايف تصلي. لا الفلوس تروح؟ لا يا ابني، لا. الذي اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة يدخل في قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنا بذكرك بكلام ربنا. ربنا بيقول في القرآن ايه؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أطمن قلبك بكلام ربنا في الحديث القدسي. يقول الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. شفت الحل ده؟ انت لسه مش موافق معايا ان الرزاق هو الله؟ الرزاق مين؟ الله. الله هو الرزاق. طيب اللي بيدي الفلوس الله واللي بياخد الفلوس الله. فاحذر، ربنا بيحذرك بيقول لك يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا وأسد فقرك. من الغريب انك لما تيجي تكلم واحد ما بيصليش، يا رب اهدي المسلمين للصلاة يا رب، اللهم اهدي كل الناس للصلاة يا رب. منهمك في خدمة الدنيا تارك للصلاة. اذا نصحوا وذكروا ان الرزق مضمون، من العجيب انك تسمع كلمة عجيبة جدا. اذا مريت على واحد في دكان، يا عم الحاج تعال صلي. شاب واقف بيشتغل في محل، تعال صلي. شباب في مصنع وانت معدي في المصنع رايح تصلي، تعالوا صلوا. في وظيفة قاعدين على مكاتب، تعالوا صلوا. الكلمة المشهورة اللي زاعت وشاعت، شب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، لا هي آية ولا حديث، وإنما عبارة فجة منكرة. يقول لك ايه يا عم؟ العمل عبادة. الايه؟ العمل عبادة. عمل ايه وعبادة ايه؟ العمل الذي يلهيك عن فريضة الله على عباده عبادة للشيطان. صح ولا لا؟ ما يبقاش عبادة لله بقى، يبقى العمل ايه؟ عبادة للشيطان مش عبادة لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار. يا تعيس يا شقي، يا اللي بتعبد الجنيه، يا اللي بتعبد الفلوس، يا اللي مش عايز تسيب دقايق، خايف لا تخسر 50 قرش، لا تخسر 50 جنيه، لا تخسر 1000 جنيه لما تقفل محلك لمجرد انك تصلي. تبقى عبد الجنيه، تبقى زي ما الرسول قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار. تبقى تعيس تبقى من الذين اتخذوا دينهم لهوا
ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، انها مغالطات يطلقها من لا يرجون لله وقارا. لو كان الجواب عليك بقى يا اللي بتقول لي مش فاضي، يا اللي بتقول لي مش فاضي، لو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لانشغاله لكان أولى الناس بذلك المجاهد. صح؟ اللي بيجاهد في ايه؟ في سبيل الله، واقف والأعداء قدامه بيضربوا فيه بالسيوف، ومع ذلك حال الجهاد أمر بالصلاة، إن نص الجيش يقف يحارب والنص الثاني يصلي. لو كان يجوز لواحد مش فاضي انه يبطل صلاة كان اولى حد يبطل صلاة مين؟ المجاهد، او حتى المريض اللي انهكه المرض. ابدا. كان الخايف شرعت صلاة الخوف. لا يتصور ابدا مسلم لا يصلي الا امرأة حائض او نفساء. خلاص انا ماليش دعوة، انا جبت من الاخر. مفيش مسلم ما بيصليش الا مين؟ امرأة حائض او انت ايه اخبارك؟ انا بسأل، انا ما قصديش ازعلك، انا حريص ان احبك، لكن بسألك اي حاجة من اتنين، امرأة حائض او نفساء، دول ايه؟ ما يصلوش. لكن مسلم وما بيصليش ما تنفعش. لا 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 لا، ما تحاولش، مش ممكن. فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فوجد رجلين في آخر المسجد جالسين فناداهما فأقبلا يرجفان، جم مخضوضين. قال لماذا لم تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ الرسول بيقول لهم ايه؟ ألستما بإيه؟ أهم حاجة انهم ايه؟ رجال، عشان ما يقوليش حائط. ألستما برجلين ايه؟ مسلمين، لماذا لم تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم. يبقى الرسول بيشير انتوا مسلمين؟ امال ما بتصلوش ليه؟ فانا بقول لك برضو كلام النبي، انت مسلم؟ طبعا 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 خالص، مسلم وموحد بالله. طب ما بتصليش ليه؟ الاولاني قال لي مش فاضي، واحد تاني يقول لي والله مش مسألة قلة فضا، بس قضية ان انا بقلع الجزمة واشمر القميص وبلل نفسي اما اروح اصلي، واما اروح ما بلحق، بنسى اصلي، بنشغل شوية. انت عارف مشاكل الدنيا كتير. اقول لك لا، ما تقلعش الجزمة. انت خايف من قلع الجزمة؟ ما تقلعهاش، الدين يسر، امسح عليها. ايه يا عم الشيخ ينفع؟ والله ينفع، بس بشرط انك اصلا في البيت تبقى قبل ما تلبسها تعمل ايه؟ تتوضى وتصلي. شفت؟ انا مش، اوعى تقول لي شفتك انا خايف من دي، هيجيب رجلي بقى واحده واحده. ما انا هجيب رجلك للجنه، خايف ليه؟ ما تخافش والله هجيب رجلك للجنه. شوف، اول ما تقوم من النوم بتدخل الحمام اتوضى بالمره. تعرف تتوضى؟ الشيخ هيتريق بقى. لا والله بسألك بجد، انت بتعرف تتوضى؟ لو ما كنتش بتعرف تتوضى، شوف، تغسل ايديك 3 مرات وبعدين تتمضمض وتحط صباعك في بوقك عشان تنظف سنانك، او بالفرشة او بالسواك. تتمضمض 3 مرات وتستنشق. الاستنشاق انك تدخل مية في انفك، تاخدها مية وبعدين تطلعها تاني، تستنشق وتستنثر برضه 3 مرات، وتغسل وشك 3 مرات. ما تفكرش ان غسيل وش انك انت تروح عامل كده بس على الحتتين خدودك، لا، ده تغسل من منبت الشعر المعتاد
مش منبت شعر واحد اصلع يجيبها من قفاه، لا، من منبت الشعر المعتاد لحد اسفل الذخر وما بين شحمتي الاذنين، من ودنك دي لودنك دي حدود الوجه. اغسل كل ده 3 مرات. قول لي ما انا غسلت وشي بالصابونه بالشامبو قبليها، معلش اغسلهم تاني بس المره دي بايه؟ بنيه الوضوء، بنيه رفع الحدث الاصغر اللي هو البول والبراز، ده اسم الحدث الاصغر، هترفعهم. شفت بقى اهمية الوضوء؟ انك انت لو ما توضيتش يبقى اسمك محدث. لما تتوضى يبقى اسمك مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب. غسلت وشك خلاص، تبدأ تغسل ايديك تاني تحت الحنفية كده، تخلي اصابعك وتمشي ايدك مع المية لحد كوعك، بعديه بسنة كده صغيرة. تغسل دراعك اليمين 3 مرات، ودراعك الشمال كمان 3 مرات من اول ايدك وانت ماشي كده لحد اخر كوعك، وبعدين تحط ايدك تحت المية وتنطرها وتمسح راسك مرة واحدة. ايدك تمشي على شعرك كده من اول شعرك او مكان الشعر، لو ما عندكش شعر يعني من اول شعرك لحد اخره، ولو حبيت ترجع تاني يكون اصبت السن، رايح وجاي. بعدين تمسح ودانك، لو في ايدك ميه بقيه من بتاع الشعر امسح ودانك من جوه وبره، مفيش بل ايدك تاني وامسح ودانك. شعرك مره واحده وودانك مره واحده. اوعى تعمل 3 مرات، مره واحده شعرك ومره واحده ودانك. وبعدين اغسل رجليك، اغسل رجليك كويس بقى وخلي اصابعك، واطلع بقى من الحمام قول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اذا قلت دول اتفتحت لك ابواب الجنة 8. يا شفت الجنة سهلة ازاي؟ بس انت اللي تايه مستعجل على ايه؟ لانك بتنام لحد ما تقوم قبل ميعاد الشغل ب5 دقايق، وتدخل الحمام جري جري جري، وتلبس جري جري جري، وتنزل جري. ليه؟ معلش ادي ربنا 5 دقايق كمان، ما يستاهلش ربنا منك 5 دقايق يعني.